ده لبناني وده مصري وده سوري واحنا عداء بين بعض. لا مش هيدا. يعني انا شوف قديش متاثره، احيانا بحكي مصري يعني بتلقاء نفسي ما بحش بعفويتي بحكي مصري يعني. وبعدين انا من 5 سنين الارتباط مع الجزيره كيف كان؟ برنامج يخاطب العالم العربي. المصادر هيدي كانت بمحطة جديدة طالعة، مش معقول تجيب بضيف بحلقة 13 ضيف من محطة لبنانية طالعة فضائية جديد. فكان التعاون مع قناة الجزيرة، أعلنت عنه قبل عدة يعني زمان. فنجح البرنامج ليه؟ لأنه صريح، سقفه عالي، بيجيب كل الآراء، بيجيب مصادر يعني ما بتلاقي صعوبة بأنك تاخد الكونتاكس ومقنع، لأنه حلقة بتجر حلقة وضيف بيجيب ضيف. فمشان هيك يمكن كانت الأبوجيه بحياتي الإعلامية المرئية هي بقناة نيو تي في. شو بدك تعرف؟ هل يمكن أن تعمل بالجزيرة؟ أنا مش ضد إنه أي قناة يعني أو أي عرض. إنه أنا أجاني عرض بال 2003 على قناة العربية، بس كانت يعني ما كانش في مناسب لي أنا متطلباتي. يعني كانت أنا بدي برنامج وما بدي يكون في دوام أنا يعني البعض بيشوف ماريا معلوف بخانه معينه، علما اذا بتدخل انت على عالمي والكونتاكت تبعي بتشوفني اني بعرف كل الناس اللي هم متناقضين بين بعضهم. بتشوف انه لا، ماريا بترفع السماعه بتحكي مع عباس زكي مثلا ممثل السلطه الفلسطينيه، وبترفع التليفون بتحكي مع ابن حسن نصر الله، لا علما انه في ظروف يمكن ما تخليني احكي معه لانه فبحكي مع موسى ابو مرزوق او بتعرف التناقض. عم ناخذ المثل. طب انت ليه حاسبينك البعض حاسبك على سوريا؟ لأنه سوريا لها موقعها الاستراتيجي وهي دولة ممانعة. هلا بدك تقول لي ممانعة ومش ممانعة، بعرف انه اخذي موقف ضد اسرائيل يعني، وبعرف انه عندها ارض محتلة، وبعرف انه بلبنان في ارض محتلة مزارع شبعة. فمن الطبيعي اصلا لبنان يعني كيف مش حشبه يعني بين الكويت والعراق يعني عشان يعني الحيثيات التاريخية مش نفسها، ولكن في لبنان يعني عاش بظل العلاقة مع سوريا المباشرة أكثر من 17 سنة يعني. فمن الطبيعي تشوف أي لبناني قد يكون متواصل مع سوريا في السابق وأصبح معادي لها، أو قد يكون تواصل وأصبح يعني أنتم بتستعملوا هون بمصر كلمة حميمية، نحن بنفهمها غلط بلبنان، بنحسها غلط يعني بنحسها إنه حميمية يعني أنتيم القرب. لا فمشان هيك أنا استنفرت عليك في بداية الحلقة. يعني أنت بتعتذر عن الاستنفار؟ لا ما بس بعتذر، بس تذكرت إنه مرة في إحدى الحلقات على القرب. لا الحميمية عندنا معناها إن في قرب معنوي وليس ود، يعني في تقدير، في احترام. ففي كثير ناس في لبنان بيودوا سوريا وفي ناس ما بيودوها، فبس ما فيك تلغي انه سوريا موجوده. فلذلك هذا هو الامر. انت قلت يا نصرنا العزيز يا قائد الزمان المقدس، دعني اركع امام قدميك الثابتتان على الحق، يشاركنا الرغبه الكثيرون ممن يعرفون قدرك الرفيع او قدرك الرفيع. انت يا نصرنا العزيز ويا قائد الزمان المقدس تمنيتك والدا، وانت الاب الشرعي لامتنا اليتيمه، حلمت بلقياك، تمنيت أن أنتسب لجنوبنا الأبي. ده كلام كتباه ماريا معلوف في 12 تموز 2006. كويس قوي. كنت انت لسه في قناه مش ب 12 بعد ما كنت في نيو تي في 14 لما سقطت البرجة الإسرائيلية. كنت نيو تي في انت موجودة لسه؟ لا كنت هنا في مصر لما كتبته، كنت قاعدة بالشيراتون. لا انا كان في وقتها كنت بتشتغلي فين في وقتها؟ كنت لا ما هو ب 12 2006 2000 بايلول 18 ايلول 2006 انتسبت للانبئان. كان في شهر فراغ، الشهر الوحيد اللي بحياتي ما اشتغلت فيه، بس كتبت قصيدة او كلام يعني العالم كله بيشتغل فيه دلوقتي بعد 4 سنين. كنت عايزة انه يحكوني عنه بوقته، يعني ليه ما اعترضوا عليه بتلك الفترة او ما في اقلام كتبت. انت الاول بتقدري حسن نصر الله؟ اقدره جدا، وبعتقد كل حدا يعني كل شخص حسن نصر الله او غيره وقف بوجه اسرائيل بالطريقه اللي وقف فيها بحرب تموز اكيد حيكتب اكثر من هيك. بس انا صادقه يعني لما بشعر بشيء بأبوة معينة لهذه الأم اليتيمة، إنه أول مرة بشوف برجة إسرائيلية يعني أنت لازم تعيش الحالة. فالقلم هو تعبير عن الوضع النفسي، يعني هل ممكن النفسي والانتصار، يعني مش انتصار، هلا هو في نشوة
في نشوه معينه يعني شيء انت بتحسيه خي اجى حدا انه يقلنا انه انتم ناس موجودين عم 33 يوم ما حصلت يعني يرد فيكم الروح زي ما بيقولوا بالمصري. 6 ايام يرد فيكم الروح ممكن. حلو. يرد فيكم الروح. انا عايزه اقول بدي اقول شغله هون انه لما الواحد يتصرف مثلا امبارح عباس ناصر شفته قال انا كنت محتجز. ده مراسل الجزيره كان على السفينه، على سفينه الحريه. قال انا على الصعيد الشخصي بدي اقول لكم انه انا شفت ناس عيونهم خضر وشعرهم ابيض من اللي موجهين علينا السلاح وضد شعبهم، يعني كانه كان في خليط. فانا ما كثير يعني عرفت شو بيقصد، بس اللي فهمته انه شعب عم يقتل خيه يعني. هيدا كريبورتر هو قال من حقه تاثر، كان محتجز، نحن كنا عم ننضرب، من حقي انا اقول هالكلام بوقته. بس تعال قل لي مثلا لما وهون يمكن كمان في ناس عم بتشوف مؤيده لحزب الله حتقول انه ماريا معلوف بدنا اياها لإلنا، او هلا بيشوفوني على المحور بيقولوا لا ماريا معلوف بطلت يعني مناصره لإلنا. انا ما كنت مناصره لحدا، يعني انا مناصره لحقيقه واضحه. وانا كمواطنه لبنانيه لو كنت مش خلقانه بلبنان، خلقانه بغير بلد، ما كنت كتبت هالشيء. بس انت عم تشوف ابن بلدك بتقول لي اجنده ايرانيه، ما فيش حدا قادر يعمل شيء بدون ما يكون عنده سند وقوه. وانا بقول هون يعني انه بزعل على القضيه الوطنيه اللي تحولت لاسلاميه. بالنهايه انا مسيحيه يعني. فانا يعني ما رح اقبل انه السيد حسن نصر الله، ما بعتقد هو حيعمل هالشيء، انه يجي يرفع علم حزب الله عند البطرك الكركي، يعني عند معقل الموارنه او بالكنيسه الكاثوليكيه. لبنان يقوم على هذا التوافق، بس للاسف انه اي انسان بيطلع من طائفيته، بيطلع من يعني انا لازم فقط انتمي الى من هو رأسي او هرمي في الكنيسه. لا، طب هذا شخص بغض النظر اذا على رأسه في عمامه شيعيه او لا، عمل انجاز معين في مكان معين. بس لما هو في برامج السياسيه، عندما يكون هناك خطاب للسيد حسن نصر الله بعالجه انا بموضوعيه. انت قلت بجيب يعني بيكون في عندي ضيف من ممثل وضيف اخر وبعالج، يعني الاعلام والحلقات مش ملكي، هذه ملك الجمهور، وانا علي اكتسب مهنيه اكثر، لانه يعني مش مضطر المشاهد انه هو يسمع. وانا حكيت كثير عن نرجسيه الاعلاميين، يسمع رايه للاعلامي. دي كتبتها بحاله معينه وبعتز اني كتبتها بوقتها، بس تعال قل لي هلا اكتبي بكتب غير شيء. طب عندك حلقه مهمه قوي، عندك حلقة نفترض انها يعني نقول انها حالة الابداع عند ماريا معلوف هتبقى في الحلقة دي كلها. عندك ثلاث اكيد هتحرجني بهالسؤال بين 3 شخصيات. عندك 3 خطابات. لا انا ما بتكلمش عن شخصيات. عندك 3 خطابات. خطاب حسن نصر الله، خطاب الحريري، خطاب لبري. انت ثلاث خطابات قدامك في يوم واحد، وانت عندك البرنامج. بدي اختار حلقه منهم. تختاري انهي خطاب يكون انت من وجهه نظرك. ما تقوليش ليه مضمون الخطاب، انا بتكلم على مدلول الشخص. بقول لك شو بعمل مهنيا. اذا كانوا اول شيء مهنيا 3 ما بيطلعوا بنفس اليوم. لا انا هيدا اول شغله. هو سؤال مش تعجيزي بقدر ولا احراجي، بس انا عارف طبعا ان انت عندك عشان انا عملت مع الNBN اللي هي تابعه لرئيس نبيه بري. تمام. طيب. تمام. الثلاثة لو قدم ليك ان انت تختاري خطاب واحد وتعالجيه، هتختاري انهي؟ هختار ال3 وهقسم حلقتي ل3 محاور، وهبتدي برئاسة الحكومة، لانه اولوية السلطة في لبنان هي وانت نسيت رئاسة الجمهورية. لا انا بتكلم رئاسة الجمهورية ده حاجة ثانية. ما رئاسة الجمهورية برضه يعني هي رئاسة موجودة، يعني احنا متخيلين انه كمان ما هو خلفية سؤالك انك انت مش معترف برئاسه الجمهوريه بلبنان. لا ده انا عايز اخرجها، لانه رئاسه الجمهوريه مش عايز اعدلها، مش عايز اسويها برئاسه الوزراء وبنصر الله وبري. وخلفيه سؤالك انه حسن نصر الله كانه عامل حكومه لحاله او هذا. انا هقول لك شيء. اذا كان في خطاب لنصر الله بخلال قصف اسرائيلي، ما بتاخذوا كل القنوات العربيه؟ بتاخده، ما بتغطيه وبتعمل منه حلقه؟ بتاخده.
الحدث يفرض نفسه. انت عم تقول لي 3 احداث بنفس اليوم، ما هيدي ما بتصير، بس اذا صارت باخذهم حسب التراتبيه وبقسم حلقتي ل3 محاور كويس قوي وبعالج 3 قضايا في نفس الوقت. غلبتيني. طيب